السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هناخد الدرس بتاعنا رقم 4، رابع درس في الوحدة الثانية للصف الأول الثانوي. أولى ثانوي خلاص هانت يا بطل، احنا فاضل لنا بإذن الله درسين ونخلص خالص الوحدة بتاعتنا. ان شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي هنزل لك درس واللي بعديها هنزل درس وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل لك مراجعات. حضرتك لو لسه مش موجود في الجروب بتاع الواتساب يا ريت تخش الجروب بتاع الواتساب عشان يا جماعه ده مهم جدا جدا. يا ريت تخش الجروب علشان بنبعت عليه كل حاجه. ويا جماعه تاني مره الامتحان والحل الواجب بتاع الدرس ده هتلاقيه دلوقتي متاح على المنصه مجانا من غير اي حاجه. الحمد لله احنا عندنا ناس كتيره مشتركه. حضرتك برضو ممكن تشترك معانا، هو كده كده كل الحكايه ان هي مجانا. انت بتخش تعمل اكونت، بتخش تلاقي الامتحان تمتحن، بعد ما تخلص امتحان او تعمل الواجب الاول وبعد كده تحل الامتحان. بسم الله ونبدا الدرس بتاعنا الجديد النهارده. احنا النهارده هناخد درس اسمه الحياه الاجتماعيه في مصر الفرعونيه. طيب طالما هنتكلم عن الحياه الاجتماعيه انا عايزك بقى ايه تركز معايا واحده واحده كده. احنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الحياه الاجتماعيه في مصر الفرعونيه. طيب الاجتماعيات بتبقى كتيره. يعني احنا دلوقتي هنتكلم على المجتمع زمان كان عايش ازاي، يعني المصريين القدماء كانوا عايشين ازاي، التقاليد بتاعت الجواز بتاعتهم، الاعياد اللي هم كانوا بيحتفلوا بيها، الرياضات اللي هم كانوا بيمارسوها، المساكن اللي هم كانوا ساكنين فيها. ما هم ناس زينا فطبيعي ان احنا نعرف هم كانوا بيعملوا ايه. يعني انت مثلا دلوقتي لو انت مثلا عندك وقت فراغ وعايز ترفع عن نفسك، في ناس بتحجز كوره، في ناس بتقعد على القهوه. طب هم زمان كانوا بيعملوا ايه؟ طب احنا دلوقتي بنلبس لبس زي ما انت شايف كده، طب هم زمان كانوا بيلبسوا ايه؟ طب البيوت بتاعتنا دلوقتي فيها تكييفات وفيها اضاءات، طب هم زمان بيوتهم كانت عامله ازاي؟ فانا هكلمك على الحياه الاجتماعيه كلها، ناخدها واحده واحده. اول حاجه انت لازم تعرفها، هنتكلم على الانسان. الانسان عامه في اي حته، في اي حته، مش بنتكلم عن مصر بس، عامه الانسان بطبعه كائن اجتماعي. يعني الانسان بطبيعته اجتماعي، فدايما الانسان بيميل ان هو يعمل حاجات اجتماعيه، يميل لحاجه اسمها التعايش مع الاخرين، عايش مع ناس تانية. عشان كده يقول لك الانسان بطبيعته بيميل لحاجه مهمه جدا، يميل الى واحد اتنين، يميل الى التعارف والتعايش مع الاخرين. انت كبني ادم انسان اجتماعي، هو ربنا خلقنا كده ان احنا اجتماعيين، نحب نتعرف على ناس ونحب نعيش مع ناس. لان انت لما بتبقى لوحدك ما بتبقاش احسن حاجه، لكن لما بتلاقي ناس تتفاعل معاهم وتهزر معاهم وتحكي لهم مشاكلك، هو الانسان بطبيعته كده. يعني اول معلومه انا لازم اكون عارفها في الحصه، ان الانسان بطبيعته بيميل لحته التعارف وحته التعايش مع الاخرين. لازم تبقى عايش مع ناس تانية ولازم تتفاعل معاهم، تساعدوا بعض. هنتكلم عن المساعدات. حلو. طب يا مستر اسال سؤال، هو اصلا المصريين القدماء ازاي اتعرفوا على بعض؟ تعالى بقى نجيبها من بدايتها خالص، من الاول خالص. قال لك بص، المصريين القدماء في البدايه كانوا عايشين على حرفه الصيد والالتقاط. حلو. وكانوا عايشين في جماعات برضو، بس كانوا عايشين في جماعات متفرقة، جماعات بشرية متفرقة. يعني هم متفرقين وبيعيشوا على الجمع والالتقاط، بس برضو في مجموعة بشرية، بس هي مجموعات متفرقة يعني مش متجمعين مع بعض. حلو. يبقى هم من البداية، شوف سبحان الله، يعني ربنا نزل الإنسان على الأرض فهم جمعوا بعض بس جماعات متفرقة شوية وشوية وشوية، وكانوا بيساعدوا بعض في الصيد وبيساعدوا بعض في الالتقاط. الالتقاط ده مثلا لو شجرة ياخد منها مثلا ايه الزرعة بتاعتها، ده اسمه التقاط، صيد والتقاط. تمام. طب يا مستر ماشي، يبقى الصيد والالتقاط. طيب هنا الموضوع ده كان فيه عدم استقرار، هو ما فيش استقرار اصلا، كانوا عايشين حياة التنقل والترحال. حلو. مستر طب الصيد والالتقاط اللي في جماعات متفرقة وما كانش عندهم استقرار، ده كان في انهي عصر؟ دي حتة مهمة جدا. يعني الانسان ما كانش عايش في جماعات مستقرة، كان عايش في جماعات بشرية متفرقة بس هي مش مستقرة، كانوا بيعملوا تنقل وترحال. حلو. ده امتى ده؟ الكلام ده حصل في عصر اسمه العصر الحجري القديم. في العصر الحجري القديم كان الإنسان بيعيش حياة
ما فيهاش استقرار، وكان بيعيش على الصيد والالتقاط. حلو. وبعدين قال لك بعد كده بدأ الإنسان يتطور شوية، فلما اتطور بدأ إن هو ينزل للوادي، نزل إلى الوادي اللي هو وادي النيل. ولما نزل عرف الاستقرار، لما عرف الزراعة. طب لما عرف الاستقرار ابتدت بقى يحصل حاجة حلوة جدا، إن هو يكون حاجة اسمها روابط أسرية. الله. يبقى بص، هم كانوا عايشين في جماعات متفرقة في العصر الحجري القديم. لما جه بعد كده بعد فترة بدأ الإنسان ينزل إلى الوادي، يقعد في الوادي جنب الوادي النيل. ولما نزل بدأ إن هو يعمل قرى ومدن، وبدأ إن هو يكون حاجة اسمها روابط أسرية. مصر ده الكلام ده كان إمتى؟ الكلام ده يا جماعة كان في العصر الحجري الحديث. يبقى خلي بالك، بداية الاستقرار كانت في العصر الحجري الحديث، وبداية نزوله إلى الوادي في العصر الحجري الحديث. كلام جميل. طب يا مستر ممكن تكلمنا بقى عن المجتمع المصري زمان كان عامل إزاي؟ طب هنبتدي بأول حاجة وهي طبقات المجتمع. يعني إحنا هنا في مصر دلوقتي في طبقات للمجتمع. في ناس اللي هم الأغنياء جدا جدا جدا، نجيب ساويرس بقى وأحمد أبو هشيمة والناس دول. في عندك كمان الرئيس والوزراء اللي معاه، وفي الناس الأغنياء دول، وفي ناس متوسطة، وفي ناس فقيرة خالص. زمان كان نفس الوضع. كانت طبقات المجتمع المصري متقسمة ل4 طبقات، هنعملهم كده في هرم سكاني. كم طبقة؟ 4. ادي اول طبقة، تاني طبقة، تالت طبقة، رابع طبقة. طب دي الطبقة رقم 1، دي القمة. بعد كده دي رقم 2، بعد كده دي رقم 3، بعد كده دي رقم 4. خلي بالك القمة يعني اعلى حاجة، اعلى طبقة عندنا. طبعا يا جماعه زمان اعلى حد عامه بيبقى الفرعون. هقول لك ليه. الحصه اللي فاتت قلت لك ان الفرعون كان في نظر المصريين اله مقدس على الارض، يعني هو الاله اللي بيمسك الامور الدينيه والدنيويه، فهو رقم 1. يعني رقم 1 هحط الفرعون واسرته، دي رقم 1. يبقى الفرعون واسرته هي القمه، اعلى حاجه خالص فرعون واسرته. طيب رقم 2 الاقل، عندك الوزراء، دي في المرتبة الثانية. انت عندك وزراء كتير جدا، احنا قلناهم قبل كده. فالوزراء دي بيجوا في المرتبة رقم كام؟ الثانية. زي الوزير امحتب في عصر الدولة القديمة، صح؟ ما احنا خدناها قبل كده. طيب ده في المرتبة الثانية. كمان معانا الكهنة، كبار الكهنة. ومعانا كمان حكام الأقاليم. مصر، هو انت ممكن تقول لي هو يعني ايه كهنة؟ الكاهن ده اللي هو بيقعد في المعبد، زي عندنا الشيخ كده، تمام؟ زي شيخ الازهر مثلا وبابا الكنيسه، ده كبار كهنه. وكمان معانا حكام اقاليم، وزراء وكبار الكهنه، وكمان حكام اقاليم، وزراء وكبار الكهنه، وكمان حكام اقاليم. انت اللي قلتيها دي، ماشي. وزراء وكبار الكهنه وكمان حكام اقاليم. خلي بالك من المعلومه اللي انا اقولها لك دي عشان مهمه جدا. انت عارف ان الطبقه الثانيه دي تعتبر هي من اقدم الطبقات؟ ازاي؟ من ايام الملك مينا كان عامل حاجه اسمها حكام اقاليم. ومن قبلها كمان لما حصلت الوحده الاولى سنه 4242. يعني معنى كده مصر ان دي اقدم طبقه، يعني هو ممكن يقول لك اقدم طبقات المجتمع المصري قديما، اقدم واحده الطبقه الثانيه. طيب تعالى بعد كده الطبقه الثالثه. ثالث طبقه عندنا بتشمل الحرفيين، وبتشمل الموظفين، موظفين كبار في البلد، وبتشمل الفنانين. حتى الفنانين هنا كان ليهم مكانة عالية جدا. يعني انت كمان معاك الفنانين، فنانين. مصر هو كان في فن زمان، هحكي لك. يبقى احنا عندنا كده رقم 1 فرعون واسرته، رقم 2 وزراء وكبار الكهنة وكمان حكام اقاليم، رقم 3 حرفيين، موظفين، فنانين. يبقى احنا عندنا حرفيين، موظفين، فنانين. طيب اخر حاجة خالص الطبقة الاخيرة بتشمل بقى عمال الزراعة، عمال الصناعة، الخدم، الرعاة، اللي هي الطبقة اللي تحت خالص. معلومة صغيرة، الطبقة اللي تحت دي دايما كانت بتبحث عن العدالة الاجتماعية، عايزين يعيشوا حياتهم زي الناس اللي فوق شوية. أنا عايز أقول لك إن الطبقة دي هي أكتر طبقة استفادت من قوانين واحد أخدناها قبل كده. قوانين مين بقى؟ استفادت من قوانين واحد اسمه حور محب.
يعني لما يجي يقول لك مين الطبقه اللي استفادت جدا من قوانين حور محب بتاعت العداله الاجتماعيه، هي الطبقه الاخيره. يبقى ادم طبقه الثانيه. انما مين اكتر طبقه استفادت من القوانين اللي حطها حور محب للعداله الاجتماعيه؟ الطبقه الاخيره، اللي هي الفلاحين والصناع والخدم والرعاة. طيب نيجي تاني حاجه نتكلم عليها، ودي حاجه مهمه جدا، رقم 2. تعال نتكلم على القوانين. طالما اتكلمنا بقى على القوانين، ونتكلم كمان على حاجه مهمه جدا وهي العداله الاجتماعيه. مستر هو مش القوانين دي حاجه سياسيه؟ ايه اللي جايبها في الحياه الاجتماعيه؟ حبيبي بص كده، انا كاتب لك عداله اجتماعيه. يعني انا هتكلم على القوانين اللي كان بيخلي الناس او بيخلي الملوك يعملوا عداله اجتماعيه. طيب اولا لازم تبقى عارف حاجه، اكتر عصرين اهتموا بالقوانين اللي هي بتاعت العداله الاجتماعيه هو عصر الدوله الوسطى، وهقول لك ليه، وعصر الدوله الحديثه، وهقول لك ليه برضه. طب نبتدي الاول بعصر الدوله الوسطى. هو اشمعنى في عصر الدوله الوسطى اهتموا جدا بالحته بتاعت العداله الاجتماعيه؟ انا لو شاطر هعرف. ممكن اسالك سؤال، وسؤال مهم. عارفه يا شهد ولا مش عارفه؟ اسالك سؤال. اول ثوره اجتماعيه حصلت في التاريخ حصلت في اخر عصر الدوله القديمه، ولا اخر عصر الدوله الوسطى، ولا اخر عصر الدوله الحديثه؟ غلط، اخر عصر الدوله القديمه. قديمه على يد واحد اسمه بيبي الاول، اللي قعد كده فتره كبيره في الحكم. فهم بعد ما بيبي ده اللي هو اخر عصر الدوله القديمه وحصل عصر الانتقال الاول، فبدا الملوك يقول لك لا لا لا، احنا ندي للناس حقوقهم، عشان الناس عملوا ثوره. يعني بص، بعد الثوره الناس اتظبطت في العصور الدوله الوسطى. حلو. في عصر الدوله الوسطى اتظبطوا ازاي؟ هقول لك بقى. سعى حكام وملوك الدوله الوسطى، سعى الحكام والملوك ان هم يحطوا قوانين للعداله الاجتماعيه. يبقى هم سعوا ان هم يحطوا بعض القوانين للعداله الاجتماعيه. طب يا مستر ازاي؟ هقول لك. ما كانوش بيحطوا قوانين بالمعنى الحرفي، يعني ما حطوش قانون. هم كانوا بيدوا تعليمات للوزراء، بيدوا تعليمات للوزراء اللي هم شغالين تحت ايديهم ان هم يحققوا العداله الاجتماعيه. يبقى هم ما كانوش بيحطوا قوانين ولا حاجه، يعني ما فيش قوانين. يعني انا هشيل الكلمه دي عشان انت ما تتلخبطش. الحكام سعوا ان هم يدوا عداله اجتماعيه ازاي؟ بالتعليمات مش بالقوانين. خلي بالك، في الدوله الوسطى تعليمات مش قوانين. ادوا تعليمات للوزراء ان هم يحققوا العداله الاجتماعيه. تمام. في عصر الدوله الحديثه هنا بقى في قوانين. في عصر الدوله الحديثه يا جماعه هنا اتحطت قوانين كتيره جدا. وضع الملوك قوانين للعداله الاجتماعيه. مستر ممكن تقول لي زي قوانين مين؟ اشهر واحد في عصر الدوله الحديثه يا جماعه، ده مشهور جدا جدا، عمل قوانين كتيره جدا للعداله الاجتماعيه. عارفاها يا شهد ولا مش عارفاها؟ ازاي يعني؟ ما انت بتحضري ازاي معانا؟ طيب واحد اسمه حور محب، ده اكتر واحد حط قوانين. ايوه ايه، حط قوانين يا جماعه تحث على العداله الاجتماعيه. طب ايه القوانين اللي حطها حور محب؟ انا عايزك تسمع كويس. القوانين اللي حطها حور محب كانت قوانين هدفها 3 حاجات. يعني هو الراجل ده كان عايز يحقق عداله اجتماعيه، قال لك هحط بعض القوانين عشان يبقى في عداله. القوانين دي كانت مضمونها ايه؟ القوانين دي كانت اول حاجه هدفها تحقيق الاستقرار، ودي حاجه مهمه جدا هكلمك عليها دلوقتي. قال لك كمان ان هو كان عايز يقضي القضاء، وعايز يقضي القضاء، استقرار القضاء القضاء، استقرار القضاء القضاء، استقرار القضاء القضاء، استقرار القضاء القضاء. استقرار الدولة. القضاء على الفساد في الزراعة، في مجال الزراعة، لأن الزراعة كان فيها فساد، فهو كان عايز يقضي على الفساد ده اللي في الزراعة، وكان عايز يقضي كمان على الفساد اللي كان موجود في الموظفين بتوع البلد، لأن بعض الموظفين فاسدين. بصوا يا جدعان، هقول لك على حاجة. أي دولة مش مصر بس، أي دولة أكيد في ناس فاسدة فيها.
يعني الموظف لما بياخد سلطه عليا ساعات بيستخدمها غلط، فاهم؟ لما انت تديله منصب عالي جدا جدا. عشان كده زمان في عصر الدوله القديمه كانوا بيجيبوا الوزراء منين بقى؟ من اسره الملك، عشان يبقى محل ثقه. انما هنا الفكره ان انت ممكن تدي الموظف مثلا ثقه، فاهم؟ فهو يستخدمها غلط. طب يا مستر معلش، هو ايه الفساد اللي كان بيحصل؟ بص يا باشا، خلي بالك عشان المعلومتين دول ممكن يجوا لك في الامتحان. منها مثلا اهدار المال العام، يعني قوانين حور محب دي كانت بتقضي على هذه الظاهره اللي هي اهدار المال العام. يبقى حط قوانين علشان تقضي على اهدار المال العام. محدش يقدر الفلوس بتاعت البلد، والمال العام اللي هي فلوس البلد محدش ينصب يعني. ايه كمان؟ كمان ان احنا نقضي على حاجه اسمها التهرب الضريبي. محدش يتهرب من الضرايب. على فكره ممكن تيجي لك كسؤال، يجي يقول لك ايه؟ قوانين حور محب بتاعه العداله الاجتماعيه. قوانين حور محب بتاعه العداله الاجتماعيه كانت تهدف للقضاء على، مش لازم يقول لك الفساد في الزراعه والموظفين، تقضي على اهدار المال العام او تقضي على التهرب الضريبي. اي حاجه فيها فساد، محسوبيه، رشوه، اي حاجه من الحاجات دي فساد كلها. تمام؟ طب يا مستر ماشي، مستر هل القوانين كانت ملوك بس؟ يعني يا مستر واضح ان انت عمال تقول ايه؟ حطوا تعليمات للملوك، يعني الملوك عملوا تعليمات في عصر الدولة الوسطى للعدالة الاجتماعية، والملوك حطوا قوانين للعدالة الاجتماعية. ايه ده، هو انت يا مستر ما فيش الا الملوك؟ لا، هقول لك حاجة بقى. احكي لك حاجة، الحاجة دي حلوة جدا وممكن برضو يجي لك عليها كذا سؤال، فعايزك تركز فيها جدا. يقول لك ايه؟ بالرغم من وضع القوانين بتاعه العداله الاجتماعيه، على الرغم ان انت حاطط قوانين للعداله الاجتماعيه وتقضي على الفساد والكلام ده، الا يا ساتر، الا ان المجتمع المصري كان يعاني. مستر ازاي كان يعاني وانت حاطط قوانين؟ هقول لك. بصوا يا جدعان، مش هتقدر تقضي على الفساد مهما عملت. الفساد ده يا جماعه اساسه التعليم، يعني هو التعليم والتربيه والاخلاق. يعني مهما عملت، يعني مثلا اي دوله، فرنسا ما فيهاش فساد دلوقتي؟ فيها. ليبيا ما فيهاش فساد دلوقتي؟ فيها. امريكا ما فيهاش فساد؟ فيها. مصر ما فيهاش فساد؟ فيها. اي دوله في العالم فيها. على الرغم ان احنا حاطين قوانين وحاطين تعليمات وحاطين في فساد برضه. في فساد. عشان كده بيقول لك ايه؟ على الرغم ان احنا يا جماعه بص نحرنا حطينا قوانين للعداله الاجتماعيه، الا ان المجتمع المصري ماله؟ كان يعاني من مين بقى؟ بص كل العصور سبحان الله هي من اصحاب النفوذ واصحاب المراكز العليا من الموظفين. يعني بص انت حاطط قوانين، ما ليها قوانين، بس برضو كان برضو ايام المصريين فضلت برضو في ناس بتمارس برضو الحته بتاعت المحسوبيه والرشوه والفساد. طب يا مستر معلش انا عايز اسالك سؤال، يعني هم الملوك بس اللي كانوا بيحطوا قوانين؟ لا. بص، لم يقتصر تحقيق العداله الاجتماعيه على السلطه. يعني ايه يا مستر؟ يعني مش السلطه الحاكمه ومش الملوك بس اللي كانوا بيحطوا قوانين للعداله الاجتماعيه. لم تقتصر تحقيق العداله الاجتماعيه على الملوك والحكام. انت عارف ان كان في حاجتين كمان بيساعدونا في ان احنا نحقق عداله اجتماعيه؟ يعني هديك مثال. دلوقتي مثلا في مصر هنا اللي بيحقق عداله اجتماعيه السلطه التشريعيه، بتقعد تحط قوانين كتيره جدا عشان تقضي على الفساد ده. بس على الرغم من كده في فساد، صح كده؟ احنا قلنا اي دوله فيها فساد، ودي مش عيب، هي اي دوله فيها كده. طب هل بس الحكومه لما تحط القوانين هيبقى فيها عداله اجتماعيه؟ لا، في اتنين كمان لو الناس سمعت لهم هيقضوا على الفساد. مين الاتنين؟ يعني مثلا طلع شيخ الازهر او بابا الكنيسه بدا ان هو يحذرك من الفساد ده، ما انت ممكن تسمع له. ممكن واحد بينصحك ان الفساد ده اخره وحش، ما انت ممكن تسمع له. كانوا زمان بيعملوا زينا، كان في ناس اسمهم حكماء، حكيم بيبتدي يدي نصايح للمجتمع ابعد عن الفساد. زي عندنا مثلا في الدين الاسلامي نروح نسمع خطبه جمعه فيكلمك على الفساد وان انت تبعد عن الفساد وتبعد عن المعصيه، تبعد عن الحاجات دي كلها. يعني معنى كده مصر ان هو ما كانش بيقتصر تحقيق العداله الاجتماعيه على الملوك والحكام، اما كان مين؟ كان في اتنين كمان بيساعدوا الحكومه في ان هي تنصر العداله الاجتماعيه. واحد، نصائح حكماء
المجتمع. نكتبها كده، نصائح حكماء المجتمع. واحد بينصح، ودي حاجة حلوة. تمام؟ يعني كده الحكيم ده اللي هو مثلا زي مثلا الكهنة، يقعد ينصحك بلاش فساد بلاش، ما انت ممكن تسمع له. يعني ممكن ضميرك يصحى كده فانت تسمع له، صح؟ طيب مين تاني؟ قال لك كمان دور المجتمع. ايه دور المجتمع ده؟ يعني بعض الناس في المجتمع كانوا بينشروا برضو حتة العدالة الاجتماعية اللي هو عندنا دلوقتي اسمها المجتمع المدني. دور المجتمع المدني. ايه المجتمع المدني؟ ناس زي وزيك بينصحوا الناس. عارف اللي هم الناس اللي بيبقوا على التيك توك دول؟ اسمهم ايه؟ اسمهم ايه بالانجليزي دول يا شهد؟ اللي هم بيقعدوا ينصحوا الناس. اسمهم ايه؟ سيرابيست ايه؟ لا، اللي هم بيقعدوا ينصحوا الناس بيقولوا لهم حاجات حلوه دول اللي هو ايه؟ بلوجر. لا مش بلوجر، اللي هم المؤثرين. اسمها ايه بالانجليزي؟ انفلونسر. انفلونسر ده هو ده انفلونسر، يبقى مؤثر. يعني يقعد يقول للناس مثلا يا جماعه اعملوا كذا، ده مؤثر. فده اسمه دور مجتمع مدني. هو واحد مدني خالص ولا حكيم ولا تبع الحكومه، بس هو بينصح الناس، فده اسمه دور المجتمع المدني زي الانفلونسر ده. ماشي؟ يبقى احنا عندنا دور المجتمع المدني ده يا جماعه زي الانفلونسر، يبقى اكتب جنبها زي الانفلونسر كده. ماشي؟ طيب تعال نخش على اللي بعده. رقم 2. كده خلصنا جزء حلو جدا. تعالى بقى نتكلم على الحياه الاجتماعيه اللي هم كانوا عايشينها. هنبتدي بايه بقى يا معلم؟ نبتدي بالاسره، واحنا ناخدها واحده واحده. البيوت بتاعتهم كانوا عايشين ازاي؟ بيتجوزوا ازاي؟ هنتكلم عن كل حاجه. تعالى نبدا الاول بالاسره. طيب الاسره زمان كانت بتتكون من، بسم الله ما شاء الله، اب وام وابناء. ايه ده؟ ايه الصعوبه دي؟ الموضوع صعب جدا، التاريخ ده صعب جدا. سبحان الله، اب وام وابناء، 3 مع بعض، بسم الله ما شاء الله. طيب ايه يا مستر بقى؟ كان ايه بقى الدنيا؟ بص، كان المصريين القدماء مالهم؟ اسمع دي هتعجبك. كانوا بيعتبروا الزواج رباط مقدس. يعني انت اتجوزت خلاص يا باشا، ده رباط. يعني ايه رباط؟ يعني خلاص انت اتربطت، مش هينفع تفك خلاص. ده اسمه رباط مقدس. خلاص خلاص. طب انا عايز تسيبها مش عايز تسيبها، مفيش الكلام ده، رباط مقدس خلاص. يبقى المصريين زمان كانوا بينظروا الى الزواج ان هو رباط مقدس. افتكر الجمله دي، حلو. وبيقول لك ان هم لما كانوا بيتجوزوا، كان الانسان لما بيتجوز زمان، ده زمان ها مش دلوقتي، كان بيحس بالراحه، سلام، والاستقرار، سلام، والهدوء. الله، الكلام ده زمان يا جماعه ها؟ يعني ما اسمعش قوي، يعني الحته دي اعمل لها سكيب شويه. يبقى المصريين زمان كانوا بيعتبروا الزواج رباط مقدس، حاجه مقدسه. والانسان لما بيتجوز بيبقى فيه راحه واستقرار وهدوء. هي راحه في القبر مش في حته ثانيه. طيب في حاجه بقى، هو يا مستر زمان تقاليد الزواج كانت عامله ازاي؟ يعني احنا دلوقتي يا مستر لما بيجوا يتجوزوا، واحد بيحب واحده مثلا ولا حاجه، يروح لاهلها في البيت ويجيب من ساليه سكريه ويروح يقعد ويقول له يا عم انا عايز ارتبط ببنتك، فهو يقول له احنا بنشتري راجل، وبعد كده يقعد يقول له انا عايز شقه مش عارف كام دور، وعايز مش عارف ايه، عارف الحاجات دي. طب زمان بقى كانوا بيتجوزوا ازاي؟ الموضوع كان سهل جدا. ابسط حاجه، بص زمان يقول لك ايه؟ تقاليد الزواج. الموضوع عندهم سهل قوي يا جماعه، سهل قوي. بص التقاليد هي شبه حاجات عندنا، يعني في حاجات عندنا احنا بنعملها دلوقتي هو احنا واخدينها منهم. واحد، اسالك سؤال، هو انت لما تيجي تتجوز، لما تكبر كده تيجي تتجوز، مين اللي هيدفع تكاليف الفرح؟ قول لنا يا شهد، مين اللي يدفع تكاليف الفرح؟ العريس بس؟ مش العروسه بتشيل معاه؟ ازاي؟ لا والله هما الاثنين بيشيلوا، ايا كان ايا كان. يعني انا بتكلم في، مش في خطوبه وفي زواج؟ على البنت والراجل ماشي، يعني هما كده بيتقسموا. هما كانوا زمان كده، كانوا زمان يا جماعه بيتقاسموا تكاليف الاحتفال بتاعهم. يعني ايه؟ بص، كان عائلتي العروسين، عائلتي العروسين، بص بقى، يتقاسموا
تكاليف الزواج. سلام. بيتقسموا تكاليف الزواج. يعني انت بقى عليك الخطوبه، البنت عليها الخطوبه صح كده، والراجل عليه الايه؟ الفرح صح كده، يبقى هما اتنين، فهم بيتقاسموا تكاليف الزواج. وعلى فكره زي ما كان بيحصل دلوقتي كان بيحصل زمان. كانوا بيعملوا ايه بقى؟ اتنين كانوا بيعملوا احتفالات وولائم، يعملوا حفله فرح يعني وولائم. الولائم دي يا جماعه اللي هو بقى يعملوا لهم اكل وكده. صلاه على النبي، ده زينا بالظبط. ايه كمان؟ خد التالتة زينا بالظبط. كان كمان يقدم للعروسين هدايا. كان بيقدم للعروسين هدايا للعروسين. طب مين اللي بيديهم الهدايا؟ اتنين اللي هم بياخدوا النقطة صح كده؟ بينقطوها. طيب اللي هو الأقارب بيدوهم نقطة، والأصدقاء يجيبوا لهم بقى أي حاجة بتاع مش عارف إيه الكلام ده. لا شغل جامد والله، والله زمان. بص يبقى العائلتين بيتقاسموا تكاليف الجواز. أنا مش عارف أنا بشرح إيه. طيب بيعملوا احتفالات وولائم، وكمان بيقدموا هدايا للعروسين من الأقارب والأصدقاء. سلام. إيه كمان يا مستر؟ خد الرابعة. قال لك كان الزوج، سلام، والزوجة، أيوه، كانوا بيتقسموا الوظائف والمهام داخل المنزل. يعني الشغل بيقسموا عليهم زي دلوقتي. يعني ايه، الست مثلا تكنس وتمسح، الراجل يخش يغسل المواعين. الست مش عارف ايه، فالراجل يروح ناشر الغسيل كده. يعني بنمشي الدنيا صح. يبقى انت بص، احنا هما كانوا بيتقسموا هما الاثنين الوظائف والمهام. حلو كده، خلصنا الزواج، نخش على تربية الابناء. يا ساتر، تربية الابناء. ايه بتقولي ايه؟ كلمي قولي اللي في نفسك، ما بنعملش مونتاج اصلا. طيب بص يا جماعه، تربيه الابناء. اولا يا جماعه، تربيه الابناء بيقول لك ان المصريين القدماء زمان كانوا بيعتزوا جدا بابنائهم. ما هو إيه ابنك اكيد هتحبه يعني. يقول لك زمان برضو كانوا بيعتزوا بابنائهم. ايوه ما هو ابنه عادي. مش فاهم يعني، مش فاهم ايه فايده الجمله في الكتاب المدرسه. يقول لك كان المصريين مالهم يعتزون بابنائهم. ما هو لازم يعني، لازم يعتزوا بابنائهم. ماشي. قال لك وكان الابناء من كتر ما ابوهم بيحبهم فكانوا بيساعدوا ابائهم في مختلف الحرف زي حرفه الزراعه. يعني انا شايف ابويا تعبان بقى، فانا هما اساعده. ما هو ده طبيعي عادي يعني. يبقى كان المصريون بيعتزون بابنائهم، وكان الابناء يساعدون الاباء في الحرف المختلفه زي حرفه الزراعه. لما يكبر شويه بيساعد ابوه. يبقى المصريين كانوا بيعتزوا بعيالهم، وعيالهم كانوا بيساعدوهم لما يكبروا شويه في الحرف المختلفه زي الزراعه. كلام منطقي جدا. طيب هل التربيه كل الطبقات شبه بعض؟ يعني طبقه الفرعون عياله زي مثلا العيال بتاعه الناس الفقراء؟ انت مثلا هسالك سؤال مع احترامي لكل الناس طبعا، لو جبت واحد ابن حارس غفير تمام، وجبت ابن الرئيس او ابن وزير، بلاش الرئيس نخلي الرئيس على جنب، ابن وزير تمام، هل ده تربيه ده زي تربيه ده؟ هتقول يا مستر ما ده بني ادم وده بني ادم. يا عم وربنا انا عارف، اقسم بالله انا عارف، بس انا بكلمك على ده اتعلم فين وده اتعلم فين. فاهم حاجه؟ يعني ده ذاكر ازاي وقعد ازاي والبيئه اللي قاعد فيها عامله ازاي، وده اللي قاعد البيئه اللي قاعد فيها عامله ازاي. ما هو بص هم ناس زينا، فلازم ان انت تحس بشعورهم زمان. تعال اكلمك على كل طبقه كانوا بيتعلموا ازاي. نمسك اول طبقه. واحد، طبقه الفقيره. عيني، كانوا بص عايشين ازاي والعيال بتتعلم ازاي. وبعد كده نعلى شويه بالريتم، اللي هي الطبقه اللي اعلى شويه، الطبقه المتوسطه. نعلى شويه ناخد الطبقه الثالثه، طبقه الاغنياء. طبقه الاغنياء هتعجبك الحته دي جدا عشان تعرف هم زمان العيال كانوا بيتربوا ازاي. تعال نمسك العيال الفقيره اللي احنا منهم، العيال الحلوه بقى. مين اللي بيربي العيال الفقيره؟ معلش ممكن اسالك سؤال؟ لو واحد شغال شغلانه بسيطه وليكن غفير، ضابط امن، اي حاجه من الحاجات دي، وخلف عيل، مين اللي هيربي العيل؟ هل هيجيبوا شغاله
ولا امه هي اللي هتربيه؟ مين اللي هيربيه؟ امه اكيد، لان هو طبعا اصلا هو غني ولا فقير؟ هيعرف يجيب شغاله؟ اكيد لا، يبقى الام هي اللي هتربيه. بص كلام منطقي جدا اهو. يقول لك الطبقه الفقيره كان التربيه الاولى للابناء على يد الام. سلام، كلام منطقي جدا والله. طيب ايه كمان؟ تعال نشوف الولاد بيعملوا ايه والبنات بيعملوا ايه. هل الولاد كانوا بيتعلموا؟ لا. كان طبعا عشان هي طبقه فقيره يا جماعه كانوش بيتعلموا. كانوا بيعملوا ايه بقى؟ بيساعدوا ابائهم في الحرف. يعني كان الصبيه اللي هم الولاد بيعملوا ايه بقى؟ كان الصبيه يساعدون ابائهم في الحرف المختلفه، وكانوا بيتدربوا على الحرف دي على ايد ابائهم او على ايد حرفيون متخصصون عادي. زي ما احنا خدنا في درس الحاله الاقتصاديه ان الواد لما بيكبر كان بيرث الحرفه عن ابيه، وابوه كان بيورث الحرفه عن جده. فاهم؟ فبالتالي هم وصلوا لدرجه عاليه من الاتقان. ما هي دي الفكره، الصبيه كانوا بيساعدوا ابائهم في الحرف المختلفه وبيورث الحرفه بتاعت ابوه. طب البنات؟ كانت الفتيات بتعمل ايه بقى؟ الفتيات غلبانين البنات من زمان، يتلقوا التدريب في المنزل، يقعدوا في البيت، ما يتحركوش من البيت، بيتدربوا بقى في المنزل، يقعدوا في البيت، يساعدوا امهم كده، يعني زي دلوقتي. طبقات الفقيره على فكره ما اختلفتش من زمان لدلوقتي. يعني مثلا لو انت بصيت على طبقه فقيره، انا امي مثلا، امي هي اللي كانت بتربينا، ما كانش عندنا شغال. الولاد كانوا بيساعدوا ابائهم في الحرف. ابويا الله يرحمه انا كنت بقعد اساعده في المحل، يعني اشيل عنه تلفزيون مش عارف ايه كده. البنات كانت قاعده في البيت، اخواتي كانوا بيساعدوا امي بقى، تقعد تمسح ودي تغسل ودي تعمل زينا عادي عاديه. الطبقه بقى المتوسطه اعلى. طبقه متوسطه معاهم فلوس شويه، فهل هيخلوا الام هي اللي تربي العيل؟ احنا طبقه لارج، اسمها لارج. لارج ولا طبقه ايه؟ طبقه غنيه بقى متوسطه يعني مستوره معانا. فبيبتدوا ان هم يجيبوا مش شغاله، مرضعه. يقول لك لا يابا انا ما رضعش العيل ده، يا ستي ده ابنك. لا يا عم، هي مرضعه تقعد كده تغير له وتحميه وتعمل له الكلام ده وتاكله. يعني معنى كده في الطبقه المتوسطه كانوا يستأجرون مرضعات. تمام. طيب لما الواد يكبر شويه ويشب كده، هل بقى هنخليه يتعلم الحرفه من ابوه؟ لا، ده واد من طبقه متوسطه، ده احنا نعلمه. فكانوا يعلموه فين؟ يودوه لمدارس بتاعه الدوله، ودي على فكره اعلى مدارس. يعني معنى كده كان الصبيان الولاد كانوا يلتحقون بمدارس الدوله. سلام. طب البنات كالعاده هتقعد في البيت، هتتدرب في البيت. يعني البنت غلبانه، بص يا عيني مكسرين مقادفها، اقعدي هنا اتعلمي هنا، اقعدي في البيت اتعلمي. كان البنات الفتيات كانوا يا جماعه بيتلقوا التدريب فين بقى؟ في المنزل. تقعد في البيت بقى وتتدرب في المنزل. عايز تتدرب على اي حاجه تقعدي في البيت برضه. ما عندهمش اوبشن ان هم يخلوا البنت تطلع، مش عارف ليه. طيب الطبقه الاغنياء، اوه الله بقى، دول فوق. طبعا الاغنياء دول يا جماعه بقى انا عايزك تركز فيهم. الاغنياء دول كانوا بيعملوا ايه؟ برضه نفس الشيء اللي كان بيعمله الطبقه المتوسطه. على فكره في شبه ما بين الطبقه المتوسطه والطبقه الغنيه، اللي هو ايه؟ كان ابنائهم يلتحقون بمدارس الدوله. الله، خلي بالك ده شبه. يعني لو قال لك ايه الشبه ما بين الطبقه الغنيه والطبقه المتوسطه في تربيه الابناء؟ هما الاثنين كانوا بيبعتوا عيالهم لمدارس الدوله، بس في الطبقه الغنيه مزودينها حبتين. انا من كتر ما انا غني ومعايا فلوس، في حاجه اسمها قصر الملك، ده القصر الملكي. فكان الاسره الغنيه بيبعتوا عيالهم يتعلموا ويتدربوا مع ابناء الملك، مع ابناء فرعون. يعني انا عايز عيالي تبقى في مستوى عيال فرعون كده، ما هو انا كده كده غني. فاهم؟ يعني هديك مثال، محمد رمضان مثلا الممثل، ابنه ده لما بيلعب مع مين؟ بيلعب مع ابني؟ ولا يلعب مع مثلا ابن الغفير؟ لا، بيطلع لفوق، ما يعني فوق خالص.
ابن نجيب ساويرس، ابن احمد ابو هشيمه. لو كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده عيال صغيره كان يلعب معاهم كده. ما هو ده غنيه، هروح عند قصر الملك، قصر الملك، واخلي عيالي يلعبوا مع عياله. فاهم؟ عشان كده هم زمان في الطبقه الغنيه كانوا يرسلون ابنائهم الى القصر الملكي عشان يتربوا مع ابناء الفرعون. بص اللي قاعدين فيه ده ناس رايقه يابا، الاغنياء دول رايقين. بص الفقراء يا عيني على ايد الام، مفيش شغاله، فالواد يقعد يتدرب مع ابوه على الحرفه، والبنت يا عيني تقعد في البيت، تقعد تعمل امور البيت، تمسح وتكنس. طبعا متوسطه احسن شويه لان هو الولاد بيروحوا مدارس دوله، انما البنات برضو بتقعد في المنزل وبتتدرب في المنزل. فاهم؟ الاغنياء دول بقى لا، انت بتتكلم في حته فوق خالص. طيب تعال ناخد الحته اللي بعديها وهو دور المراه. يلا بينا، تعال نشوف بقى دور المراه. الستات يا جماعه كان ليهم دور عالي جدا في المجتمع. مصر ازاي؟ مش عمال تقول بيقعدوا في البيت، بيقعدوا في البيت. في بعض الستات فلتات. هو طبعا هتلاقي كتاب مدرسه يقول لك المراه كان ليها دور كبير في المجتمع واحنا اهتمينا بالمراه وما لغيناش دورها. هم اصلا ما كانوش بيعلموهم، فانت فاهم ازاي؟ بس دي فلتات يعني. طيب المراه دورها كان ايه؟ تعال نشوف. ليها دور كأم، ليها دور سياسي وعسكري، ليها دور اقتصادي، ليها دور ديني، ليها دور في المهن المختلفة. واحدة واحدة بقى. تعال نمسك أول واحدة كده. إيه دورها كأم ده؟ أنا هسألك سؤال الأول. دورها كأم ده يعتبر هو الدور المهم ليها. يعني إيه؟ دورها كأم ده هو الدور بتاعها الاجتماعي. يعني هو ممكن يجيب لك ده سؤال أصلا، يقول لك يمثل الدور الاجتماعي للمرأة في المجتمع. دورها العسكري ولا الاقتصادي ولا الديني ولا دورها كأم؟ دورها كأم، ده دور اجتماعي. حلو، دورها كأم هو دور اجتماعي. طب هي الست بتعمل ايه في البيت؟ يا جماعة طبعا الست بتعمل حاجتين في البيت. هي الأم بتعمل ايه؟ شاهد من غير ما تبص على حاجة عشان عارفك انت بتغشي. الست في البيت بتعمل ايه؟ بتعمل شؤون المنزل. حاجة تاني؟ وتربي العيال. بس هو بص زينا زي زمان، مفيش فرق يا جماعه. هي الستات كانوا بيعملوا نفس الحاجتين من زمان. دورها اول حاجه ان هي بتقوم بتربيه الابناء. الدور الثاني ان هي بتدير شؤون المنزل، تمسح بقى وتكنس والكلام ده. تمام، ده دورها كأم وده دور ايه؟ اجتماعي. طيب دورها السياسي والعسكري. اسمع دي بقى عشان دي مهمه جدا. بعضهم تولى الحكم، وده دور يعتبر دور سياسي لان هي مسكت الحكم. بعضهم عمل حاجه حلوه جدا جدا اللي هو بعث روح الانتماء الوطني. مستر مش فاهم، افهمك. اللي تولت الحكم، في ملكه تولت الحكم وكل الناس عارفاها، اللي هي الملكه مين؟ حتشبسوت. يعني معنى كده دورها السياسي بيتمثل في الملكه حتشبسوت لان هي مسكت الحكم. يعني معنى كده ان الستات كان ليهم دور اهو يا مستر. ايوه انا بقول لك كان ليهم دور بس فلتات كده، لان بعض الستات تولوا الحكم زي الملكه حتشبسوت اهي. تمام. ايه دورها في الانتماء الوطني ده؟ بعض الستات طبعا يا جماعه انتوا عارفين الام المصريه من زمان الله اكبر عليها بتزن، فمن كتر الزن ممكن تسخن اي حد على اي حد. بتسخن، ده دور حلو على فكره. يعني انت عندك مثلا الملك احمس اللي هو طرد الهكسوس من مصر، عمل بطولي، طرد المستعمر من عندنا. تمام. مين اللي سخنه؟ كان اتنين قاعدين له في البيت، قاعدين له في البيت كعاده الام المصريه. الهكسوس قاعدين وانت قاعد هنا مش عارف تعمل حاجه يا خايب، ده قاعدين محتلينك ومش عارف تعمل لهم حاجه، ده قاعدين في مدينه اواريس وانت مش عارف حاجه. فالوالد ده احمس ده سخن. بص قعدوا سخنوه، يعني زودوا روح الوطنيه عنده. هعمل عجلات حربيه واروح افرتكه. مين بقى امه وجده او جدته اللي سخنته؟ جدته اسمها تيتي شيري.
في اصلا في مسلسل زمان والله كنت بحبه جدا، كان يقعد يقول لك سنوحي وحابي، عارفاه؟ وتشيري، مش عارفاه؟ ده كان زمان، ده في 2005، كنت انت لسه ما اتولدتيش تقريبا. بص، روح الانتماء الوطني يا جماعه زي جده الملك احمس وام الملك احمس، سخنوه الله اكبر، وبور بوتاجاز سخنوه، اطلع يا باشا ولع في الاكسوس، وفعلا ده حصل بجد. جدته اسمها ايه بقى؟ جدته اسمها تيتي. الله، تيتي شيري، والله اسمها حلو، تيتي شيري. طيب امه اسمها ايه؟ اياح حتب. ايه القرف ده؟ اياح؟ في حد اسمه اياح؟ ام اياح، اياح حتب، ايه الاسم ده؟ اياح حتب، اسم غريب جدا. يعني يا مستر انت عايز تقول ان الاثنين دول هم اللي سخنوا الملك احمس علشان يطرد الهكسوس من مصر، والاثنين دول دي جده الملك احمس اللي هي تيتي شيري، امه اسمها ايه؟ اياح حتب. اياح، اياح حتب، تاتي الاياح بما لا تشتهي السفن. اسمها وحش قوي، اياح حتب. يبقى امه اسمها اياح حتب وجدته اسمها تيتي شيري، يعني تخيلي جدته اسمها تيتي، اسمها حلوه لو شيري، امه اسمها اياح. طيب الدور الاقتصادي، قال لك الستات زمان ما كانوش بيقفلوا عليهم لما يكبروا بقى، يعني وهي صغيره كده يعني خلاص جالها اكتئاب، فلما بتكبر بقى يلا يا ست، يلا يلا الدور الاقتصادي، ها يلا من حقك تعملي بيع وشراء، يلا يا ستي يلا، يعني عايزه تشتري حاجه من السوق انزلي يلا، عايزه تقفي في السوق وتبيع حاجه انزلي، اللهم صل على النبي. يعني ليهم دور في البيع والشراء في الاسواق، ينزلوا السوق يبيعوا ويشتروا، دور اقتصادي جامد جدا. ايه كمان؟ الستات كمان من حقهم ان هم يتملكوا، ومن حقهم كمان يا جماعه غير ان هم يتملكوا ان هم يتصرفوا في الممتلكات الخاصه بتاعتهم، يعني يشتروا يبيعوا براحتهم، يعني من حقهم كمان التملك في الممتلكات الخاصه، وده دور يا جماعه يعتبر دور اقتصادي. حلو يا مستر اهو، يعني كانوا مدينهم دورهم، دور اقتصادي ودور سياسي وعسكري، ودورهم كأم اللي هو الدور الاجتماعي، وده اول دور ليهم. ايه الدور الديني بقى؟ تعالى، الدور الديني يا جماعه هو عباره عن حاجتين، وخلي بالك خلي بالك، انا لو جبت لك سؤال في الامتحان، وده من الاسئله يا جماعه اللي متوقعه في الدرس ده، لان هو اسئلته ضعيفه شويه، منها السؤال ده، لما يجي يقول لك يعتبر اكبر تقدير للمراه، اكبر تقدير للمراه هو دورها ايه؟ دورها الديني. عارف ليه؟ لان بعض المعبودات المصريه كانت ست، اللي هي الالهه ايزيس، دي واحده ست، يعني معنى كده اكبر تقدير ليها اللي هو دورها كست، يعني دورها الديني، لان بعض المعبودات المصريه كانت ست، زي مين؟ زي الالهه ايزيس، ايزيس دي واحده ست. طيب ايه كمان الدور الديني بتاعها؟ خد يا باشا الدور الديني كمان ده، استنى هم سكتوا، كمان بعض الستات كانوا بيشتغلوا كاهنات في المعابد. سلام، يعني بس الكهنه مش رجاله بس وستات، فليهم دور ديني قوي جدا. يعني تخيل بقى دور اجتماعي كأم تربي العيال وتشوف شؤون البيت، دورها السياسي والعسكري، واحده مسكت الحكم وده دور سياسي اللي هي حتشبسوت، دورها العسكري قعدوا يسخنوا الواد احمس اللي هي جدته اللي هي اسمها تيتي شيري، وامه اللي اسمها اياح حتب عشان يطردوا الهكسوس. دورها الاقتصادي بيع وشراء، تتملك تعمل اللي هي عايزاه. طيب دورها الديني ان ده اعلى تقدير ليها، لان في معبودات مصريه كانت واحده ست اللي هو ايزيس، وبرضه هم كانوا كائنات في المعبد. مصر ليهم دور تاني، بعض المهن، اشتغلوا في مهن كتيره جدا، يعني في بعض الستات اشتغلوا في مهنه الطب، وبعض الستات اشتغلوا في مهنه الفنون، وبعض الستات اشتغلوا في مهنه الكتابه. كده مصر يعني هو كان في زمان ستات دكاتره، طبعا بعضهم اشتغل طبيبات، واحده ست كده دكتوره، يعني في دكاتره ستات زمان. حلو ده. الفنون بعضهم اشتغل في الفنون والرسم. سلام. في الكتابه بعضهم اشتغل في الكتابه، زي واحده اسمها ايه؟ في سجاير يا جماعه معروفه اسمها ميريت، في سجاير اسمها ميريت والله، اللي هي لونها ابيض دي اسمها ميريت، اسال كده كشف ما تشربش، اسال بس، اسمها ميريت. انت عارف اشهر كاتبه واحده ست اسمها ايه؟ ميريت، اسمها ميريت اتون، ميريت اتون.
عارف مين ميرت اتون دي؟ بنت اخناتون اللي هو عمل الثوره الدينيه. يعني بعض الكاتبات زي ميرت اتون دي اشهر كاتبه كانت موجوده في عصر الدوله الحديثه طبعا. ميرت اتون دي اللي هي الكاتبه المشهوره جدا كانت بنت اخناتون. طيب تعال نخش على الحته اللي بعديها. بص انا كده كلمتك على الاسره، كلمتك على تربيه الابناء، كلمتك على دور المراه. تعال نخش على الحته اللي بعديها اللي هي هكلمك على المساكن والاساس. كانوا عايشين ازاي بقى؟ احب انا الحته دي قوي. المساكن، مش عارف اكتب مساكن ليه، مساكن واساس. اساس يعني العفش. طيب كل البيوت عامه كلها كانت يا جماعه بتتصنع من ايه؟ على فكره دي حاجه مشتركه ما بين بيوت الاغنياء، ما بين بيوت الفقراء، وما بين بيوت الطبقه المتوسطه، وما بين قصر فرعون. كلهم زي بعض. يعني لو قال لك ايه الحاجه المشتركه ما بين البيوت بتاعتهم كلهم هي حاجه واحده مشتركه، اللي هي ايه بقى؟ مواد البناء. اولا يا جماعه كانوا بيبنوا المساكن فين؟ تبنى المساكن كلها في مناطق مرتفعه، ادي اول حاجه، ولازم تكون بعيده عن الفيضان وبعيده عن مناطق الفيضان. يبقى كانت تبنى في مناطق مرتفعه وبعيده عن الفيضانات. يبقى اي منزل كانوا بيعملوه في حته عاليه بعيد عن الفيضان. انت عارف ان ده سؤال؟ عارفه ايه السؤال هنا؟ لا، هما اصلا كانوا بيبنوا البيوت بتاعتهم في مناطق عاليه وبعيد عن الفيضان. ليه؟ عشان ما تغرقش. عشان هما كانوا خايفين من ايه يعني؟ هي الفيضان ده يعتبر ايه؟ يعتبر ايه؟ جدعه. يبقى هما اصلا كانوا بيعملوا بيوت في مناطق مرتفعه عشان يتجنبوا ايه؟ زي ايه بقى؟ في حاجه برضو كان المصريين بيبنوها ويعملوا الفتحه من فوق عشان يتجنبوا الكوارث الطبيعيه. ايوه، اللي هي شكلها مخروطي دي، اللي كنا بنحط الغله من فوق ونعمل فتحه من تحت، صوامع. بس ده انت ايه ده انت ايه ده. طيب بص يا جماعه، يبقى هم كانوا بيعملوها كده لتجنب الكوارث الطبيعيه. عايزين يتجنبوا الكوارث الطبيعيه، مش عايزين يا باشا يحصل لهم ايه البيت بتاعهم بعد ما يبنوه يتدمر، فبيتجنبوا كوارث طبيعيه. يبقى لو قال لك هي المساكن كانوا بيعملوها في مناطق مرتفعه ليه؟ تجنبا للكوارث الطبيعيه. ماشي مستر، طب هي ايه مواد البناء؟ كانوا بيبنوا البيوت بتاعتهم من حاجتين. بيبنوها من حاجه اسمها الطوب اللبن. هفهمك ايه الطوب اللبن ده. ومن الاحجار. طوب لبن وحجر. طيب ايه الطوب اللبن ده؟ طوب اللبن ده عباره عن طمي طينه وبيخلطوها بحاجتين. بيحطوا عليها قش زي قش الرز كده، وبيحطوا عليها شويه رماد. رماد ده زي تراب يعني عشان تمسك، عامل زي الاسمنت يعني. فهو عباره عن طمي وقش ورماد. مصر واحنا عندنا طمي عشان نهر النيل، فده اللي ساعدنا في البناء. طب تمام. الاحجار، الحجر كانوا بيعملوا منها الابواب وبيعملوا منها الارضيات وبيعملوا منها الاعمده. واحد دلوقتي حمار يقول لي بيعملوا الارضيه من حجر؟ يا عم الاحجار يعني زي الرخام. الرخام ده حجر، يعني فرشتك الارض رخام، ما ده حجر. امال ده ايه ده؟ يعني ما الحجر ما هو ده حجر. يبقى كده بيعملوا ابواب وارضيات والاعمده. طب يا مستر المساكن بقى كانت عباره عن ايه؟ تعالى لي. بتختلف المساكن باختلاف الطبقه. واحد، الطبقه العامه، عامه الشعب. اتنين، الطبقه المتوسطه. تلاتة، طبقه الاغنياء. أربعة، قصر فرعون. دول يا جماعه اللي هي البيوت اللي احنا هنتكلم عليها، ولازم تركز في البيوت دي عشان البيوت دي مهمه جدا. الحاجه المشتركه كلهم يا جماعه بيتعملوا في مناطق مرتفعه عشان يبعدوا عن الفيضان. كلهم بيتعملوا من الطوب اللبن، بيتعملوا من الاحجار. ماشي، نبتدي بطبقه العامه. اولا المساكن بتاعتهم بتتميز بالبساطه الشديده. البيت بسيط بطريقه غريبه، عامل زي العشه. عشه ليه بقى؟ لان البيت كله كان عباره عن دور واحد، اوضه واحده.
الاطل ده عيش يعني هو بص مش زي عندنا مثلا انت قاعد في عماره 5 6 ادوار، هو دور واحد ارضي وليها بوابه كده وخلاص. انت متخيل؟ يعني كانت بتتميز بالبساطه، فكانت بتتكون من طابق واحد، دور واحد، وحجره واحده واوضه واحده. طابق واحد وحجره واحده بس، مفيش اي حاجه تاني. ممكن كمان يبقى الحجره دي متصله بفناء، او حجره واحده وخلاص، هو كده اوضه واحده وطابق واحد. طب يا مستر بالنسبه للاساس العفش قمه في البساطه. العفش بيتميز بالبساطه، حاجه بسيطه جدا، كانوا بيقعدوا يحطوا حصيره وطبليه وحاجات كده غريبه. يبقى معنى كده البيوت بتاعت العامه مالها؟ كانت تتميز بالبساطه وتتكون من طابق واحد وحجره واحده، وكمان الاساس بتاعها كان اساس بسيط. ممكن ده يجي لك سؤال في الامتحان. اكثر المنازل انتشارا في عصور الدوله القديمه، او عامه في العصور الفرعونيه اللي هي مكونه من طابق واحد وحجره واحده. ممكن يجيبها لك. يبقى الاكثر انتشارا طابق واحد وحجره واحده، يعني انا هكتب عندها دي كده الاكثر انتشارا، اهو هي الاكثر انتشارا اللي هي طابق واحد حجره واحده، دي اسمها اكثر انتشارا. تمام. الطبقه المتوسطه لا يا باشا، تعالى اعلى بقى، اعلى بقى وفرتك الفلوس بقى. ايه اللي كان بيحصل؟ هقول لحضرتك. دي يا جماعه بتكون اكثر اتساعا واحسن حالا من مساكن عامه الشعب، يعني واسعه شويه واحسن شويه. احسن حالا واكثر اتساعا من مساكن العامه. طبعا مصر بتتكون من كام طابق؟ لا وسع بقى يابا، بتتكون من طابقين. اوضتين يا باشا؟ لا دورين يا باشا، فيها طابقين. اللهم صل على النبي، دورين. حاجه حلوه. انما دي خلي بالك مساكن العامه هي طابق واحد واوضه واحده، انما الطبقه المتوسطه لا يا باشا، دورين فوق بعض يا باشا ومتسعه واحسن حالا. طب الاغنياء وسع بقى، اركن بقى كل اللي انا قلته ده، تعال عند الاغنياء. يعمل لك بيت فظيع. واحد، بيت بيكون متعدد الحجرات، كذا اوضه. اطلع بره بقى، عاملين مخازن للغلال. اللهم صل على النبي، ده في البيت. يعني هم كده عندهم زي فيلا، عارف الفيلا؟ نفس فكره الفيلا او القصر ده. يبقى كده عندك فيلا فيها كذا اوضه، وعندك بره الفيلا حديقه، وعندك مخازن للغلال، وعندك اسطبل للحيوانات لو عايز تربي حيوانات. يعني معنى كده كان عندهم كمان اسطبلات للحيوانات، خيول ولا حاجه. وكمان كان في حديقه واسعه. بص فخامه. والاساس بتاعها كان كمان متميز اكتر، مش بسيط يعني كان عندهم الاساس برضو فاخر، يبتدي يعمل لك اساس حلو اللي هو العفش يعني. تعال عند قصر فرعون، لا بقى انت كده ما تقارنش حاجه بحاجه. قصر فرعون اكتر حاجه فخامه، اكتر حاجه فيها اتساع، فيها نقوش، فيها زخارف. هو ده اعلى حاجه يا جماعه، ده بيتضرب بيه المثل في الوسع وفي الفخامه. يعني ده بيتضرب بيه المثل، ده افخم حاجه واوسع حاجه ومليان نقوش ومليان زخارف. وكمان يا جماعه هو في حديقه كبيره جدا جدا، وفي فناء كبير جدا، وفي صاله واسعه اللي هو يعني الصاله اللي هو الريسبشن بتاع واسع جدا. الدنيا كانت خرابه زمان. يبقى معنى كده ان هي بتختلف البيت باختلاف الطبقه اللي انت فيها. تمام. تعالوا بقى نخش على اخر جزئيه خالص معانا اللي هي الملابس والزينه، وهناخد كمان الاعياد والاحتفالات. طيب تعال نتكلم على الجزء بتاع الملابس والزينه. تعال نشوف بقى زمان كانوا بيلبسوا ازاي وبيتزينوا بايه. اول حاجه في الملابس، طبعا يا جماعه احنا دلوقتي الشباب بيلبسوا حاجات اللي هي الاوفر سايز، اللي هي الاوفر، اللي هو بقى تلاقي الكاوتش اللي هو الكبير ده بالنسبه للصبيان، بنطلون اللي هو الواسع قوي، تيشيرتات اللي هي الواسعه قوي، ويحلق اللي هو البوليت ده ويخرب الدنيا. والبنات بقى بيلبسوا اللي هم بيلبسوه، احنا مالناش دعوه. تمام. زمان بقى كانوا بيلبسوا ايه؟ تعالى. اختلفت الملابس على حسب، يا دي النيله، على حسب الطبقه.
اختلفت الملابس بتاعت المصريين القدماء على حسب الطبقه اللي هم منها. حتى دي يا مستر ده مجتمع طبقي جدا، مجتمع طبقي طبعا حسب الطبقه. يعني مثلا الاغنياء كانوا بيلبسوا حاجه غير الفقراء، الفقراء حاجه والاغنياء حاجه. تعالى كده نقسم الملابس لاتنين، اللي هي الطبقه الشعبيه او طبقه الفقراء، والطبقه الثانيه اللي هي طبقه الاغنياء. تعال نشوف الطبقه الشعبيه اللي هم الناس الفقراء، كانوا بيلبسوا ايه؟ بيلبسوا ملابس مصنوعه من الكتان. الكتان ده يا جماعه حاجه كده، طبعا انتوا عارفين الكتان فيه قمصان من الكتان، حاجه عامله زي قماش كده بس شفاف سنه، مصنوع من الكتان، وكانوا بيقلدوا ملابس الاغنياء في الكتان. تمام؟ طب يا مستر يعني الفقراء كانوا بيلبسوا ملابس مصنوعه من الكتان بس كده؟ بس كده. طب بالنسبه للاغنياء لا، الاغنياء كانوا بيلبسوا ملابس مصنوعه من حاجه من الاتنين. في نوع من الكتان غالي جدا اسمه الكتان الناعم، كتان ناعم الرقيق، اللي هو دلوقتي اصلا موجود منه قمصان كتيره جدا بتتباع وغالي جدا على فكره. او كانوا بيعملوا ملابسهم من الحرير، بس الحرير ده هم كانوا بيستوردوه من فينيقيا. مصر فين فينيقيا دي؟ اللي هي سوريا ولبنان. يعني كان مستورد، كانوا بيجيبوا حرير مستورد من فينيقيا، يعني كانوا بيستوردوه من فينيقيا عشان الملابس بتاعتهم. يبقى كده الفقراء كتان، طب الاغنياء كتان ناعم رقيق او بيستخدموا الحرير اللي كانوا بيستوردوه من فينيقيا. تمام؟ طب يا مستر ده كده بالنسبه لللبس بتاعهم. طب هل يا مستر اللبس بتاعهم كانوا بيحطوا عليه حاجه تانية؟ ده اولاد لذينه، كانوا بعد ما يعملوا الملابس بتاعتهم من الحرير او من الكتان الرقيق كانوا بيطرزوها. بيطرزوها بايه بقى؟ انت متخيل؟ مش انت مثلا تلاقي مثلا في الولاد بيحطوا استراسات هنا على التيشيرتات، استراس اللي هو بيلمع ده، او البنات لما بيروحوا افراح. هم بقى كان المصريين القدماء بيلبسوا اللبس اللي هو من الكتان الناعم الرقيق او من الحرير مطرز بيه ذهب وفضه واحجار كريمه. انت متخيل؟ يعني لو واحد ثبت واحد وسرق اللبس بتاعه هيعمل مبلغ جامد جدا. الحاجات دي دلوقتي ما ينفعش. يعني تخيل مثلا انت لابس تيشيرت عليه ذهب، التيشيرت اصلا هو مطرز بالذهب والفضه والاحجار الكريمه. يعني معنى كده يا مستر ان هم كانوا بيطرزوا بحاجات غاليه جدا، بيطرزوا بالذهب وبالفضه وبالاحجار الكريمه الملابس بتاعتهم. تمام مستر، طب بالنسبه للزينه تعال، بيتزينوا بايه؟ المصريين القدماء يا جماعه كانوا ناس نظيفه جدا بجد، كانوا يا جماعه بيهتموا بالنظافه الشخصيه بتاعتهم جدا، نضاف جدا. يعني هم كانوا اصلا بيحبوا حته النظافه الشخصيه اكتر من اي حاجه. عشان كده بيقول لك الزينه ان المصريين القدماء اهتموا بالنظافه، نظافه اجسادهم، جسمهم يبقى نظيف، بالذات النظافه اللي هي النظافه الشخصيه، نظف نفسه. تمام؟ عطور بقى وحاجات كده. طب يا مستر طب هم كانوا بيتزينوا بايه؟ بصوا يا جماعه، هم كانوا زمان طبعا علشان العبادات بتاعتهم كانت عبادات حاجات غريبه، فهم كان الرجاله والستات بيتزينوا، مش الستات بس، الرجاله كمان. مستر طب بيلبسوا ايه؟ كان الزينه بتاعتهم ادوات الحلي، كانت دي للرجاله وللستات، للرجال والنساء الاثنين مع بعض. بيلبسوا اساور، عقد، خواتم، كل حاجه زي الستات. يعني تخيل يلبس اسوره، راجل كده وتلاقيه لابس اسوره من الذهب، او لابس مثلا عقد من الذهب، او لابس مثلا خاتم. يعني بيلبسوا اساور وعقود وخواتم زيهم زي الستات بالظبط، الرجاله زي الستات زمان. طيب كده احنا خلصنا الملابس والزينه. تعالى بقى ناخد اخر حته، ودي يا جماعه بقى اللي بيجي منها الامتحان بجد، اللي هو الترفيه والاعياد، الاحتفالات. يعني الالعاب الترفيهيه، ومعاها كمان الاحتفالات. الحته بتاعت الاحتفالات دي يا جماعه هي اللي بيجي منها معظم الاسئله على الدرس ده، معظم الاسئله. طيب مستر معلش، هو انت بتقول الالعاب الترفيهيه والاحتفالات دي هنعمل بيها ايه؟ حالا هفهمك دلوقتي، بس تعال ناخدها لعبه لعبه. هم كانوا بيعملوا ايه؟ اول حاجه المصريين كان عندهم حاجه اسمها توازن، ودي حاجه جميله جدا. ايه التوازن؟ حياتهم ما كانتش جد بس،
يعني هم مش عايشين طول حياتهم عاملين يبنوا اهرامات ويتكلموا جد ويحطوا قوانين حور ومحب والكلام ده. حياتهم كان في جزء كده للهو عادي وللعب عادي زينا يعني. وانت حياتك شويه كده وشويه كده، شويه جد وشويه لعب وهزار وكده. طيب ايه الالعاب اللي هم كانوا بيلعبوها؟ بص يا باشا، اول حاجه خالص كان عندهم رياضه اسمها رياضه الصيد. الرياضه دي يا جماعه هي قمه في الاهميه، مهمه جدا جدا. طيب ايه رياضه الصيد دي؟ كان المصريين القدماء بيعملوا ايه؟ كان المصريين القدماء بيخرجوا عشان يصطادوا. المصريين القدماء كانوا بيخرجوا عشان يصطادوا. طب بيخرجوا ازاي؟ بص، المصريين لما كانوا بيخرجوا علشان يصطادوا كانوا بياخدوا معاهم حاجتين، والحاجتين دول يا جماعه اهم من بعض عشان بيجي عليهم سؤالين. طب ايه الحاجتين؟ كان بياخد معاه ادواته، وكان بياخد معاه اسرته، وكان بياخد معاه الخدم. يعني هو رايح دلوقتي يصطاد، فلما بيروح يصطاد بياخد اسرته وبياخد الخدم وبياخد ادواته. طب يا مستر فين السؤال هنا؟ انت عارف ان رياضه الصيد دي كانت بتدل على ايه؟ بتدل على الروابط الاسريه. ده روابط اسريه جدا. ليه يا مستر روابط اسريه؟ حبيبي ده واخد الخدم وواخد اسرته كلها، فدي روابط اسريه. ايه اسريه دي؟ اسريه. روابط اسريه معناها ان هو خد عيلته كلها معاه، ده خد الخدم كمان. يبقى لما يجي يقول لك اكبر رياضه بتدل على الروابط الاسريه رياضه الصيد. طب مستر في حاجه تاني؟ في معلومه تانيه حلوه جدا. لما كان بيخرج كان بيحرص على العوده يرجع بيته، ولازم يرجع معاه زهره اللوتس. مستر يعني هو راجع لازم يكون معاه زهره اللوتس، يعني هو خرج خلاص لرياضه الصيد، اصطاد، وهو راجع في رجوعه بيبتدي ان هو يحرص ان هو يجيب معاه زهره اللوتس عشان يزين بيه المنزل بتاعه. وده سؤال، ان هنا زهره اللوتس دي كانوا بيستخدموها في تجميل المنازل. الملازم ايه؟ انا مالي. ماشي، تجميل المنازل. هو ام البطاقه دي اللي انا رحت وقفت طابور. ماشي، تجميل المنازل بتاعتهم، يعني كانوا بيجملوا المنازل بتاعتهم بزهره اللوتس. فهو كانوا حريصين لو انا هطلع اصطاد وانا راجع يبقى معايا زهره اللوتس دي. ده دليل على تجميل المنازل، مش الملازم، منازل. ماشي. 2، تاني رياضة. في عندنا يا جماعة بقى رياضات تانية، زي رياضة بتعتمد على القوة، في رياضة بتعتمد على الحظ والتفكير. حظ وتفكير. ايه حظ وتفكير ده بقى؟ بص يا باشا، الحظ والتفكير ده اللي هو مثلا لعبه زي الشطرنج، ما دي محتاجه تفكير. يعني انت لو جيت لي في الشطرنج انا اكتر واحد بيخسر، الله اكبر عليا. يعني معنى كده ان في العاب للحظ والتفكير زي الشطرنج، وايه كمان، ولعبه السيجا. كانوا بيلعبوا سيجا زمان، كانوا بيلعبوا سيجا على الارض يا جماعه. يعني بص كانوا بيلعبوا شطرنج وسيجا. طيب العاب القوه كان عندهم تقريبا كل العاب القوه اللي موجوده دلوقتي. يعني مثلا احنا العاب القوه ايه؟ رفع اثقال كانت موجوده. عندهم كمان كانوا بيلعبوا الكوره، الكوره دي يا جماعه محتاجه مجهود. كانوا بيلعبوا كمان سباحه. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ده زمان يا مستر كانوا بيرفعوا اثقال وكوره وسباحه. يا معلم، ما انت فاكر ايه؟ وكمان عاملين تجديف. ايه الحلاوه دي؟ ده مش بس كده، ده كان عندهم رياضه مهمه جدا اسمها التحطيب، لسه لحد دلوقتي موجوده في الصعيد. لو واحد يمسك نبوت والتاني يمسك نبوت، حته خشبه وحته خشبه، ويقعدوا يعملوا كده ويقعدوا يعملوا كده ويقعدوا يعملوا كده. عارفها انت دي؟ جميله جدا، دي في الصعيد موجوده. فهم برضو كانت رياضه كده اسمها رياضه التحطيب، يحطب. سلام. رفع اثقال وكوره وتحطيب سباحه تجديف، كان عندهم كل الالعاب بتاعت القوى عامه. طب يا مستر ماشي، ايه كمان؟ تعالى. كان عندهم يا جماعه كمان هم مهتمين بكل شيء، لدرجه ان هم مهتمين بالغناء ومهتمين كمان بالموسيقى. الغنى والموسيقى. مستر يعني ايه مهتمين بالغنى والموسيقى؟ كانوا بيغنوا، يحبوا يغنوا جدا. طب يا مستر هم الاغاني كانت عندهم عامله ازاي؟ بص، كان عندهم اغاني فرديه، واحد يغني لوحده زي تامر حسني كده، او اغاني جماعيه شويه مع بعض، مهرجان يعني.
زي عصام صاصه كده، 2 3 معاه يغنوا مع بعض. يعني هم عندهم فرديه وعندهم جماعيه. بسم الله ما شاء الله. طب يا مستر هم كانوا بيغنوا فين؟ فين المكان اللي كانوا بيغنوا فيه؟ قال لك كانوا بينشدوا الاغاني بتاعتهم وهم شغالين. يعني هم شغالين كده في الحقول، او شغالين في المراعي، او هم بيزرعوا، يبتدي ان هو يغني عشان يسلي نفسه. يعني يمسك الفاس كده، هيلا هيلا يلا يا، ويقعد بقى، انت فاهم ازاي؟ يبتدي ان هو يستخدم الغنى بتاعه ده في الحقول والمراعي، والناس تقول وراه هيلا هيلا يلا كده، فاهم؟ طب يا مستر معلش، في حاجه تانية كانوا بيغنوا فيها؟ دي حاجه غريبه جدا. كانوا بيغنوا يا جماعه في المعابد، يعني في الاماكن الدينيه وفي الجنائز. يعني هو واحد ماشي في جنازه يغني، يقول لك دي اغاني دينيه. يعني عارف انت اللي هو يغني اغنيه دينيه وهو ماشي في جنازه، او يغني في المعابد، او يغني وهو في الحقول والمراعي. في اغاني فرديه واغاني جماعيه. طب الموسيقى، المصريين زمان يا جماعه كانوا عارفين الموسيقى بكل انواعها. طيب الموسيقى دي هم عرفوها من الالات، وخلي بالك ان احنا كان عندنا الات موسيقيه كتيره جدا، زي مثلا عندنا آلة العود، عندنا كمان الطبلة، طبول، عندنا كمان الضف، عندنا كمان آلة النفير اللي هي البوق، عندنا كمان المزمار، عندنا وعندنا الناي. اللهم صل على النبي. عندنا كل حاجه، كل ادوات الموسيقى كانت عندنا تقريبا، وكنا عارفين الموسيقى، وبرضه بنعمل كده زي الحان كده للاغاني بتاعتنا، والدنيا تمام. طيب اخر حاجه بقى في الدرس، ودي بجد يا جماعه اللي مهمه، اللي هي الاحتفالات، الاعياد. المصريين يا جماعه كانوا بيهتموا بالاعياد جدا جدا. بص، حتى الاعياد كانوا زينا، عندهم اعياد دينيه زي ما احنا مثلا بنحتفل بعيد الاضحى وعيد الفطر وعيد المسيحيين. هم برضه عندهم احتفالات دينيه، وعندهم احتفالات قوميه، وعندهم احتفالات للفرعون، وعندهم احتفالات للجيش. يعني بيحتفلوا بكل حاجه تقريبا. طيب الاحتفالات الدينيه عندهم 3 احتفالات دينيه، 1 2 3. كان عندهم عيد للاله اسمه الاله رع، واله اسمه الاله امون، والاله اوزوريس. 3 اعياد، رع وامون واوزوريس. طيب اعياد قوميه، اعياد القوميه دي معظمها اعياد اقتصاديه. كان بيعملوا عيد في البذر لما يحطوا بذور في الارض، وعيد لما بيحصل الفيضان، انا مش فاهم ازاي بيعملوا عيد في الفيضان، وعيد في الحصاد لما بيلموا المحصول. تخيلوا يا جماعه، يعني الفيضان جاي، المايه جايه عليك، يقول لك الله اكبر في عيد. يعني تخيل المايه داخله اصلا على بيتك وانت بتعيد. انا مش فاهم ايه العيد في ان الفيضان، يقول لك اصل الفيضان دي يبقى كده الارض كلها هتتروي، فاهم؟ فهم كانوا بيعملوا عيد. وفي عيد في البذر ان هم لما يحطوا البذور في الارض، وعيد في الحصاد. طيب الفرعون، طبعا يا جماعه من زمان واحنا بنحتفل بعيد ميلاد، لازم نحتفل بعيد ميلاد الفرعون. يبقى هم زمان كده كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاده. عيد ميلاده بس؟ لا، والعيد اللي هو مسك الحكم فيه، اليوم اللي مسك الحكم فيه ده يوم عيد، فاهم؟ اللي هو يوم جلوسه على العرش. جلوسه على العرش اللي هو اليوم اللي مسك فيه الحكم يعني. يبقى في اعياد دينيه، رع وامون واوزوريس. قوميه، بذر فيضان حصاد. فرعون عيد ميلاده وعيد جلوسه على العرش. طب الاعياد بتاعت الجيش، اللي هي لما الجيش بيرجع وهو منتصر، عودة الجيش منتصرا، لازم نعمل له عيد. يعني اي معركة حربية لأي واحد من عندنا وهو راجع بنعمل له حفل. اي واحد، اي حد وهو راجع من انتصار عظيم عمله، فدي كده بنعتبر ان احنا نعمل له ايه؟ حفلة. نعمل له حفلة حرفية. يبقى كده الاعياد الدينية، رع وامون واوزوريس. قومية، بذر فيضان حصاد. فرعون عيد ميلاده وجلوسه على العرش. الجيش اللي هو عودة الجيش منتصر. كده الحمد لله احنا خلصنا. ما تنساش الواجب موجود على المنصة، الامتحان لو عايز تأكد على معلوماتك موجود على المنصة. حضرتك بعد ما تتفرج خش على المنصة هتلاقي الحاجتين دول. اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. السلام عليكم.